مرحباً بكم في قلب المغرب الاقتصادي، الدار البيضاء، مدينة تتألق بتاريخ غني وتمتاز بمكانتها البارزة في الساحة الاقتصادية. في هذا الفيديو سنكتشف 5 مشاريع مثيرة ستحدث ثورة في هذا المحور الحضري المذهل، فلنستعرض سوياً مستقبل مدينة الدار البيضاء وابتكاراتها الاقتصادية المستدامة. في الوقت الذي تشهد فيه البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للعاصمة الاقتصادية للمملكة تطوراً ملحوظاً، ينتصب مشروع المدينة الجديدة الذي تشرف عليه وكالة التعمير والتنمية أودا كأهم مشروع تهيئة حضرية في قلب الدار البيضاء على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 350 هكتاراً بالموقع التاريخي لمطار أنفا السابق. الغاية من هذا المشروع هي توفير تمركز حضري حديث وعصري لمدينة الدار البيضاء، من شأنه الرفع من المستوى الحضري للمدينة العملاقة ووضعها في مصاف المدن الدولية الكبرى مع تلبية احتياجاتها الداخلية. تقام المدينة المستقبلية كازا أنفا على موقع المطار القديم للدار البيضاء، وكازا أنفا هو أيضاً مشروع مولد للوظائف وفرص الشغل، لأنه يتوقع استقبال ما يقرب من 100,000 من الأصول. تماشياً مع مبادئ التنمية المستدامة، تخصص كازا أنفا حيزاً للمساحات الخضراء على ثلث مساحة المشروع، بما في ذلك حديقة حضرية عملاقة لا تقل مساحتها عن 50 هكتاراً. يعد المسرح الكبير للدار البيضاء الذي يقع في قلب المنطقة التاريخية للحاضرة أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي. كمؤثرة هندسية وحضرية متعددة الاستعمالات مخصصة لجميع فنون الخشبة، سيمنح المسرح ساحة محمد الخامس هوية جديدة، وسيصبح أيقونة مدينة الدار البيضاء. كما سيساهم في التنمية الثقافية للمدينة والمشهد المحلي، وذلك بتشجيعه للفن والفنانين المغاربة، بل وأيضاً بتنظيم إقامة بين الفنانين المحليين والفنانين القادمين من مختلف بقاع العالم. شهدت دبي انطلاق فعاليات تسويق مارينا الدار البيضاء، المشروع العقاري والسياحي في قلب المدينة العالمية بالمملكة المغربية. ويعد مارينا الدار البيضاء مشروعاً متكاملاً، حيث يوفر فضاءات مخصصة للمكاتب بمساحة إجمالية تقدر ب80 ألف متر مربع، تضم مكاتب ابتداء من 130 متر مربع، فيما يسعى المشروع إلى استقطاب المستثمرين الإماراتيين. ويقع المشروع على الواجهة البحرية على مساحة 26 هكتاراً، ويتكون مشروع مارينا الدار البيضاء من منتجعات سكنية راقية، فضلاً عن مساحات لمكاتب ومحلات تجارية عالمية. ويتوقع أن يساهم الخطان الجديدان في تعزيز شبكة خطوط ترامواي الدار البيضاء، وتسهيل حركة تنقل الساكنة عبر أحياء المدينة عبر وسيلة تنقل جماعية في زمن الازدحام. وطالب بيضاويون بتسريع وتيرة الإشغال والعمل ليلاً في المناطق التي لا تشهد حركة مرور كثيفة نهاراً، وعابوا على شركة كازا ترانسبون قيامها بأشغال رديئة وردم بلوعات، تصريف مياه الأمطار بالزفت والعبث بشوارع المدينة المليئة بالحفر جراء الأوراش الكبيرة الأخرى المفتوحة مع الترامواي. يعد مشروع وصال الدار البيضاء الميناء خطوة مستقبلية هامة في مسار تحول العاصمة الاقتصادية، ينضاف إلى مشاريع أخرى تهم البنية التحتية، والتي تم إطلاقها لتعزيز الإشعاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
هذا المشروع العملاق يأتي لبعث دينامية جديدة على هذه الحاضرة، حيث يشمل بناء مركب سكني يستجيب للأشكال الهندسية المعتمدة بالمدن العالمية الكبرى من قبيل سيدني ونيويورك ولندن وأبو ظبي، لكن بخصوصية مغربية تأخذ مجالات المدينة القديمة بعين الاعتبار. وتعكس هذه المشاريع الهيكلية العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذه المدينة وساكنتها، ورغبة جلالته القوية في منح الرئة الاقتصادية للمملكة كل المقومات التي ترقى بها إلى مصاف كبريات المدن العالمية.